السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بالنسبة لمباراة الزمالك وبيراميدز وقبل المواجهة دي عايزين نتكلم عن ملخص الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك، هما مباراة نادي الزمالك الأهلي ومباراة طلائع الجيش. مواجهات مختلفة، مدير فني جديد أخيرا في مباراة الجيش وهو أحمد أبو العوف، واستكمالا لمشوار المدير الفني فييرا. نادي الزمالك كان طريقة لعبه إن هو بيقوم بالضغط العالي على المنافسين في منتصف ملعبه. نبتدي بمباراة المحلة. نادي الزمالك كان بيضغط على نادي المحلة ومستحوذ على الكرة في معظم أوقات المباراة، أو يعني تقريبا المباراة كلها. نادي المحلة متراجع، عامل كثافة دفاعية، ودي طريقة اللعب المعتادة ليهم. نادي الزمالك كان بيحاول إن هو يفك الضغط ده والتكتل ده، لكن هو كمان كان عامل تكتل في منتصف الملعب. كان سواء بقى وجود ربيع كديفندر وأمامه اتنين لاعبين في منتصف الملعب، ناصر ماهر أو حمدي، ودخول كمان خوان جزيرة وشريف للعمق عشان يحاولوا إن هم يفكوا التكتل ده. لكن نادي الزمالك كان محتاج في المباريات اللي زي دي إن هو يزود عدد اللاعبين المتمركزين في العمق الهجومي أو مع رأس الحربة أو خلف رأس الحربة، عن إن هو يعمل تكتل هو كمان في منتصف الملعب. ويمكن التكتل ده كان نادي الزمالك بيحاول إن هو يسهل حتة بناء اللعب أو تخطي الخطوط بتاعة الدفاع للمنافس. لكن نادي الزمالك يعني رغم وجود لاعبين جديدة كتير في التشكيلة ما كانش أساسية في مباراة المحلة، إلا إنه كان في فرص وكان يقدر إن هو يخلق فرص. لكن شفنا كور كتير مثلا عمرو ناصر ما كانش بيعمل فيها ربط مع خوان بيزيرا، المتحرك المزعج اللي عنده حلول على الطرف الأيمن، واللي بيقدر إن هو يحرك الباك من معاه، وكمان يقدر إن هو يحرك رأس الحربة أو يحرك لاعبين الوسط، خاصة في اللحظات اللي كان بيقدر إن هو يربط فيها مع ناصر ماهر. ساعتها بيكونوا جبهة مع عمر جابر بتبقى منتهى الخطورة على المنافسين، خاصة لو نادي الزمالك كان بيحاول في فترات إن هو يكون جبهات للعب سواء على اليمين أو اليسار، أو يحاول إن هو يبني مثلثات للعب. طبعا نادي الزمالك كان يقدر إن هو يتفوق بإحراز أكتر من فرصة، لكنه ما قدرش يحافظ على التقدم بتاعه كالعادة، وخطأ فردي يعني ما كانش فيه توفيق، لان نادي المحله ما شكلش اي خطوره وما حاولش ان هو يهاجم او ان هو يبقى ليه دوافع هجوميه في المباراه دي. خطا فردي يمكن من النتائج هو اللي خرج نادي الزمالك من المباراه دي، طبعا مع انخفاض طريقه اللعب بتاعه نادي الزمالك في الشوط الثاني، او انخفاض الضغط بتاعه او المستمر على المنافس ان هو يحسم النتيجه، لانه نتيجه 1-0 كالعاده كانت بتخسر نادي الزمالك نقط كتير جدا، وبتدي فرصه للمنافس ان هو بكره واحده يرجع. ويمكن طبعا النادي الزمالك ما عندوش توفيق في الحته دي، لكن في مباراه دي كده نادي الزمالك يعني قدر ان هو يتفوق على منافس يمكن ضعيف جدا جدا، وما نقدرش ان هو نحكم على المباراه دي او نقارنها بمباراه بيراميدز. طبعا منافس ضعيف جدا. نادي الزمالك استمر بطريقه لعبه والضغط العالي على المنافس، وكالعاده المنافس طبعا مع قله مستواه بتبقى اخطائه اكتر واكتر. وهان بزيرة حل اللي بيخش للعمق ويقدر ان هو يصنع اللعب، هو بيفك وبيجد حل للاعبي الوسط سواء مع عبد الله سعيد او دونجا للتمرير. كمان عنده حلول فرديه او مهاريه، لان هو بيقدر يحرك قلنا زي الاطراف سواء عمر جابر، او كمان بيقدر ان هو يتحرك خلف راس الحربه، بنشوفه بيربط مع صانع اللعب سواء ناصر ماهر او حمدي، وبيقدر ان هو يتمركز خلف رأس الحربة أو بجانبه ويشكل خطورة على المنافس ويسجل أهداف. ده اللي شفناه في المباراة دي كده. لكن كمان العيب الواضح من نادي الزمالك انخفاض المستوى، الانخفاض البدني زي ما قلنا في النادي الأهلي فهو كمان في نادي الزمالك، ويمكن في النادي الأهلي أكتر، لكن في نادي الزمالك كمان بيبقى فيه مع السكور اللي بيعلى بنشوف استهتار وتراخي من اللاعبين واخطاء في الدفاع واخطاء في التمرير وبناء اللعب، لانه نادي الزمالك لما واجه منافس يملك الامكانيات زي الجيش وطبعا احسن منه البنك الاهلي، كان بيبقى فيه اخطاء وصعوبه في بناء اللعب. يعني في مباراه البنك الاهلي نادي الزمالك كان بيواجه منافس عنده امكانيات في الضغط، عنده لاعبين لديهم حلول فرديه، عشان كده نادي الزمالك كان عنده صعوبه كبيره جدا في غياب عبد الله السعيد ان هو يقدر ان هو يبني اللعب. عشان كده شفنا فيرا ان هو بيدي تعليمات لاخوان بزيرة، وكمان بيأكد على شيكو بنزا ان هم يبتدوا يخشوا للعمق عشان يوجد حلول لعبد الله السعيد ودونجا في بناء اللعب، او حتى لقلبي الدفاع ان هم يقدروا يلاقوا لعيبه يمرروا لها. لكن كثافه وتقارب خطوط نادي البنك الاهلي كان مصعب العمليه دي.
امتى تحرر نادي الزمالك؟ لما بيحصل لا مركزيه في خطوط الهجوم. بنشوف ان ناصر ماهر ابتدى يتحرك على الاطراف، يخش شيكو بنزا واخوان بيزيرا للعمق، فبيعملوا لخبطه لخطوط الدفاع المنافس. وكمان بمهاره فرديه طبعا ناصر ماهر بيقدر ان هو احد ابرز اللاعبين في الموسم ده، سواء بقى يعني لو استمر مستواه او لا، لكن مستواه انا عارف ان هو مش ثابت حتى في خلال المباراة غير الموسم، لكن احنا بنشوفه كل مباراة بنلاقي بيصنع خطورة على المنافس، بيتحرك كتير جدا في منتصف الملعب وفي الأطراف، خاصة لما بيربط مع اخوان بزيرة او شيكو بنزا على الاطراف. خاصة اخوان بزيرة طبعا الربط ما بينهم بيبقى اسهل، بيعملوا خطورة كبيرة جدا على المنافس. وده اللي شفناه حتى في كرة التعادل لنادي الزمالك في مباراة البنك الاهلي. شيكو بنزا بيخش هو واخوان بزيرة للعمق، وناصر ماهر بيتحرك على الاطراف وبيربط سواء مع بنتايج او عمر جابر، وبي طبعا بحلول فرديه ومهاره فرديه بيقدر انه يخش 18 وبيصنع خطوره. دول شفناها في اكتر من لقطه في مباراه البنك الاهلي. كمان التكمله بتاعت اخوان بزيرة للعمق شفناها كمان في العرضيه، الكره اللي جت في العارضه. فمع وجود حلول او موجود لاعبين على الاطراف، نادي الزمالك بيحاول يضغط في العمق ويفتح الاطراف اللي بينتاج وعمر جابر، لكن ده بيبقى ليها عيوب طبعا، لانه انت بتضغط سواء بقى في الربط الثلاثي بتاع بنتايج مع عبد الله السعيد مع شيكو بنزا على الطرف الايسر، وبزيرة مع ناصر ماهر مع عمر جابر على الطرف الايمن، بيترك العمق وحيد للديفندر سواء في وجود ربيعه او دونجا، بيعمل مشاكل لنادي الزمالك. لكن في وجود مدافع ممتاز زي محمد اسماعيل بيقدر ان هو يكون قريب جدا من راس الحربه ويضغط عليه، لكن في اوقات كتيره بيبقى في كثافه، وخاصه لو في لعب سريع منتدى سريع ولعيبه، يعني فريق يملك اللعيبه تجيد التمرير والتحرك السريع، اكيد ده امكانيات اللي بيملكها نادي بيراميدز، هيخلق مشاكل كبيره جدا في العمق لنادي الزمالك. ليه؟ لان دونجا او ربيع هيقوم بالترحيل عشان يضغط خلف خطوط او الخط الايمن او الايسر لنادي الزمالك، هيترك العمق وحيد وهيعمل مشاكل في العمق الدفاعي. يمكن المشكله دي مش واضحه قوي يعني بشكل مقارنه مع ربيع عن دونجا، عشان كده نادي الزمالك هيفتقد دونجا اللي بيقوم بالعمق الدفاعي ده وبيحاول ان هو يسد دي، لكن مع ترحيله مع تاخر ارتداد عبد الله السعيد، عدم وجود مسانده من ناصر ماهر في العمق ده، بيعمل مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك، سواء بقى انه دونجا بيتخلى عن الباك او الغلق على الاطراف، فبيترك اللعيب الطرف في مواجهه زي بنتايج مثلا بنلاقيه بنلعب عليه اتنين لعيبه او ثلاثه، او ان هو بيحاول يرحل عشان يسنده فبيترك العمق وحيد، خاصه مع الفرق اللي زي نادي سيراميكا نادي عفوا البنك الاهلي اللي بيلعب باكتر من راسي حرب. كمان نادي الزمالك في مباراه الجيش كان الوضع مختلف، مدير فني جديد، طريقه لعب، افكار جديده. هو لاحظ انه طبعا ناصر ماهر امكانياته على الطرف وتحركه على الطرف بيجد حلول لنادي الزمالك، لانه يملك امكانيات الفرديه، ويمكن الخطوره معظمها او اللي خلقها ناصر ماهر في المباراه الاخيره كان عن طريق تحركه للاطراف، لكن مش عن طريق تحركه بس فقط الاطراف، ان هو واخد حريه كبيره فبيقدر يتحرك على اليمين وعلى اليسار، فده بيزعج اللاعبين المنافسين او مدافعات المنافسين ان هو في لا مركزيه، ناصر ماهر بيتحرك على الطرف ده والطرف ده وبيربط مع الاجنحه. قلنا ده بيدي كثافه على الاطراف، وكمان بيدي فرصه للعيب الجناح ان هو يخش العمق ويعمل كثافه في العمق خلف راس الحربه، ويربط كمان مع صانع اللعب او لاعبي الوسط. حاول بافكار جديده احمد عبد الرؤوف، يعني كمان منها انه ابتدى ان هو يحاول ان هو يلعب على الاطراف اكتر من اللعب على العمق، يحاول ان هو يشكل جبهات للعب لنادي الزمالك، وكمان كان عنده افكار مرنه وكان بيجرب اكتر من حاجه. عشان كده يمكن افكار احمد عبد الرؤوف مش هتكون واضحه في مباراه واحده. نادي الزمالك في مباراه الجيش كان بيضغط على المنافس وبيغلطه، لكن كمان تحت الضغط بتاع نادي الجيش في بدايه المباراه كان في مشاكل جدا كبيره لنادي الزمالك في بناء اللعب. قلنا زي ما قلنا في غياب عبد الله السعيد بتبقى فيه مشاكل والامور ما بتبقاش سهله، لكن يمكن قلنا حل من الحلول دي وجود خوان بزيرة. كمان في مباراه الجيش افتقاد نادي الزمالك لاخوان بزيرة بسبب التدخلات العنيفه اللي كانت مع اللاعب، مع عدم وجود حمايه من حكم المباراه خرجت اللاعب من المباراه مصاب. افقدت نادي الزمالك حل من الحلول الكبيره جدا وسلاح نادي الزمالك
واخوان بزيرة، لكن قدر ان هو طبعا احمد رؤوف يتفوق على الموضوع ده. حاول في الاول ان هو يلعب برأسي حربة، اللي هو وجود الجزيري مع عدي الدباغ، ويحاول ان هو يلعب من عمق الملعب اكتر منه بيلعب على الاطراف. يمكن ده ما كانش فيه فعاليه كبيره جدا، بل عمل مشاكل لنادي الزمالك في عمق الملعب، لانه افتقد لوجود لعيب في الوسط زي ناصر ماهر، لانه ابتدى يلعب على الاطراف، العمق ابتدى فاضي من غير صانع لعب. مع انه طبعا الضغط بتاع الجزيري او عضية الدباغ، انت افتقدت 2 لاعبين في حته الارتداد الدفاعي او الغلقه مع الاطراف. عشان كده هو رجع الشوط الثاني ينزل بزيرة، استعان طبعا بعد اصابه بزيرة وخرج عضي، عشان ان هو يحاول ان هو يعوض ده ويرجع للطريقه القديمه، بان هو بيلعب على اطراف الملعب براس حربة وحيد وخلفه صانع لعب. نادي الزمالك ابتدى ان هو طبعا تفوق بالهدف والتاني والتالت، لكن ده كان بسبب قله امكانيات لاعبي الجيش يمكن شويه، وكمان وجود اخطاء دفاعيه ليهم تحت الضغط. لكن كمان يعني الطريقه دي اكيد امام منافسين اقوى من نادي الجيش هيبقى ليها مشاكل، لانه مع الاندفاع ده وزي ما قلنا العمق الملعب بيبقى فاضي بفندر واحد، مع قلنا بطء الارتداد شويه او عدم وجود مسانده زي ما قلنا من ناصر ماهر دفاعيا. اكيد لازم يبقى في تبادل، يعني وجود شيكو بنزا لعيب بيقوم بالحته الدفاعيه وبيشارك في النواحي الدفاعيه ويملك امكانيات فرديه، لكن مشاركته في بناء اللعب، خاصة إن هو يوجد حلول على الطرف، بتبقى فيها مشاكل كبيرة جدا، وإن هو بيعمل أخطاء كبيرة في التمرير. عشان كده نادي الزمالك بيحاول إن هو يستعين بناصر ماهر على الطرف أحسن شوية، لأن هو يملك جودة تمرير أفضل من شيكو بنزا. كمان نادي الزمالك عنده حلول على الطرف في غياب اخوان بزيرة. اعتقد انه ممكن يستعين ب ناصر ماهر زي ما هو، وده المرشح الاول، او ان هو يستعين بشريف على الطرف. طبعا اخطاء كبيره جدا ومن عدي الدباغ، واهدار فرص كتيره جدا جدا جدا. يمكن هو من اهم اسباب ضياع نقاط كتيره جدا عن نادي الزمالك، انه كل مباراه تقريبا بيضيع انفراده واثنين وثلاثه، وده اللي شفناه في اخر مباراه. يعني الانفرادات اللي على اليمين من الطرف اليمين بتضيعها، من العمق بتضيعها، من الطرف الايسر بتضيعها. فناس كتير بررت ان هو ما بيلعبش برجله اليمين، لا، هو الكور من اي اتجاه هو ما بيستغلهاش وبيلعبها بنفس الطريقه في منتصف المرمى في اقدام الحراس. لعيب واضح جدا جدا ان الزمالك محتاج راس حربه يكون بيستغل انصاف الفرص، لانه لو عضي الدباغ كان بيستغل الفرص دي كلها كان زمان نادي الزمالك في حته تانيه جدا في جدول الدوري، وكان زمان هو من هدافين الدوري بفرق شاسع عن اي منافس ليه. وده الدباغ ليه مميزات ان هو بينزل منتصف الملعب وبيوجد حلول كمان للتمرير تحت الضغط، لكن هو بالحته دي او بالطريقه دي هو بيفك الضغط من على قلبي دفاع المنافس. فعشان كده تقريبا بتبقى توجيهات المديرين الفنيين ليه انه لا، ما تنزلش، احنا بنخلق حلول تانية بدخول اطراف الملعب للعمق عشان يجيلك حلول في التمرير وخلق فرص ليك. وده اللي بيحصل فعلا، ان نادي الزمالك بيوصل لمرمى المنافس وبيوصل عضي الدباغ للمرمى، لكنه بيهدر فرص بشكل كبير جدا جدا. هتبقى مشكله كبيره جدا لو اهدر فرص امام منافس، صعب جدا انك تخلق فرص كتير قدامه، زي نادي بيراميدز بطل افريقيا وفريق ممتاز جدا ومتطور جدا، وفي ترابط وانسجام ولعيبه ثابته مع مدير فني ثابت بقاله اكتر من سنه. ده اللي هنشوفه مع المباراه. استنوني بعد مباراه نادي الزمالك وبيراميدز. بيسوني.